اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده فيديو جديد لسنه 2024. كل سنه وانتم طيبين. هنشوف فيديو مقارنه جامد جدا سالتين عنها كتير ما بين الولاعه الزيبو الحجم سليم والولاعه الزيبو الحجم الديفولت. لو احنا بصينا كده وحطينا الاثنين جنب بعض هنلاقي ان الاثنين نفس الطول، مع ان دي تبدو لوحدها كده اطول شويه، ولكن الاثنين تقريبا نفس الطول، ولكن الفرق هنا في العرض بتاع الولاعتين. لو حطينا الولاعتين على بعض هنلاقي الولاعه اللي الحجم الديفولت ده اعرض شويه، وطبعا ده واضح جدا وهي لوحدها. طبعا الصوت بتاع الرنه بتاع الديفولت واضح جدا، اما الصوت بتاع السليم بيكون اقل طبعا، لان السوسته بتاعتها مش زي سوسته الولاعه الزيبو اللي هي الحجم الديفولت. لو احنا كده بصينا مع بعض على الشكل الخارجي او الماتيريال هنلاقي ان الماتيريال هما الاثنين تقريبا نفس الماتيريال، مصنوع من النحاس من الخارج، والولاعه من جوه كده هنلاقي التصميم شبه بعضه برضو مع اختلاف الحجم، الفرق ما بينهم. نفس الترس تقريبا هنا هو نفس الترس هنا، نفس الفتيل هو نفس الفتيل، ونفس الماده المستخدمه اللي هي البنزين. تعالوا نشوف الحجم الداخلي كده مع بعض. من هنا كده هنلاقي ده الحجم الداخلي للولاعه الزيبو الحجم الديفولت، وده الحجم الداخلي للولاعه الزيبو الحجم الرفيع. لو احنا بصينا كده وقارنا مع بعض طبعا هنلاقي دي اعرض ولكن اقصر، ودي اطول ولكن ارفع. طبعا ده بيرجع تاني للخزان بتاعها والمساحه الاستيعابيه بتاعتها. دي غالبا المساحه الاستيعابيه بتاعتها اقل شويه، ولكن لو انت بتستخدم الاثنين ممكن مش هتحس بفارق غير يوم واحد بتفرق فيه الملو ما بين الولاعه الزيبو اللي هي السليم عن الولاعه الزيبو العاديه. يعني دي ممكن تقعد 5 ايام، دي تقعد اسبوع، 6 ايام، وهكذا. طيب تعالوا كده نجربهم مع بعض، وخليك حذر وانت بتجرب. اوعى تجرب الولاعه وهي خارج الجراب بتاعها، لازم تجربها وهي جوه الجراب بتاعها، وده لان هي بيكون فيها بنزين، فعشان ما تولعش كلها في ايديك. وفي ملاحظه بقى مهمه احب اقولها لك، ان الولاعه دي كان لونها ذهبي واتفضدت بالمسح بالاكسده، وبقى لونها كله فضي زي ما احنا شايفين. برضو في لسه اجزاء من الذهبي واضحه عليها، ولكن تم مسح كل اجزاء الذهبي من الولاعه من الداخل ومن الخارج. وبصراحه الولاعه حاله خارجيه جميله جدا، ممتازه ممتازه ممتازه. زيبو امريكي طبعا. ونبص كده برضو قبل ما نجرب الولاعه مع بعض. الولاعه من تحت هنا مكتوب عليها زيبو ميد ان يو اس اي، مكتوب عليها هنا زيبو ميد ان يو اس اي. وللناس اللي بتسال الولاعه بتنجذب للمغناطيس ولا لا، واعرف ازاي واتاكد ان الولاعه زيبو، انا عندي هنا برضو من جوه مكتوب عليها زيبو ميد ان يو اس اي، وهنا برضو زيبو ميد ان يو اس اي زي ما هو واضح معانا كده. تمام. النقطة بقى المهمة جدا اللي هي موضوع الجذب بالمغناطيس، ودي نقطة ناس كتير جدا بتسأل عنها وبتكون عايزة تتأكد منها. لو جيت جربت اي ولاعة زيبو الخزان الخارجي بتاعها هتلاقيه مش بينجذب للمغناطيس ابدا. كده بتتأكد ان الخزان بتاعها اصلي وان الولاعة اصلي. طيب الداخلي بتاعها بينجذب؟ ايوه الداخلي بتاعها بينجذب للمغناطيس، ولكن هو مصنع من الستانلس ستيل المقوى. تمام. فبالتالي بيفضل على شكله ده، هو مش بيصدي زي الولاعات الصيني التعبانه. فدي نقط مهمه جدا لازم تعرفها عن الولاعه الزيبو لو انت عايز تعرف او تكتشف اذا كانت الولاعه دي زيبو اصليه ولا مش زيبو اصليه. وكده احنا جربنا وعرفنا الداخل بتاعها والخارج بتاعها. ومن هنا كده ده مكان تغيير الحجر، وفي فيديو شرحنا ازاي نملى الولاعه الزيبو برضه هتلاقيه على القناه، لسه منزلينه من شويه، فما تنساش ان انت طبعا تشوف الفيديو دوت. وتعالوا نجرب مع بعض الولاعتين. احنا هنجرب كده الولاعه الاولى وهنجرب مع بعض الولاعه الثانيه. لو الولاعه بتاعتك بتفضى وعايز ان انت تخليها تكمل معاك بقيه اليوم، مفيش مانع ان انت تعملها كده لتحت بالشكل اللي احنا عملناه ده. هتلاقي الولاعه رجعت تشتغل معاك وبقوه مره تانيه، وده لان انت كده بتساعد على حركه البنزين جوه الولاعه. بالحركه دي كده انت بتساعد على حركه البنزين جوه الولاعه، وكده الولاعه ترجع تكمل معاك بقيه اليوم. ده لو كنت بره ولسه ما رجعتش والكلام ده هو، او لو كنت في مخيم ولسه ما رجعتش. طبعا في الاوردر هنا هنلاقي نسيت اقول لكم ان ده اوردر اصلا. هنلاقي 4 اكياس من الحجاره، وده على حسب رغبه العميل. وفي بقى ملاحظه مهمه هنا، في نوع لونه اسود وفي نوع تاني لونه احمر. هتقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ هقول لك ده على حسب الترس. وهنا بنخضع لموضوع التجربه، يعني بتجرب الاحمر اشتغل معاك كان بها، ما اشتغلش معاك بتجرب الاسود، لان الاسود طبعا ثمنه اغلى واصعب الحصول عليه بكتير عن الاحمر. وفي النهايه طبعا احنا بنقدم دي حاجه زي هديه كده، مع كل ولاعه بنبعت كيس حجاره هديه. العميل هنا طلب في الاوردر ان هو يزود كيسين حجاره، دي حاجه ترجع لكل عميل لو هو عايز يزود حاجه في الاوردر بتاعه. وزي ما شفنا كده الولاعتين الزيبو. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك، سبسكرايب، عرف اصحابك عننا واشترك في القناه، وخليهم هم كمان يشتركوا في القناه. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.